بنت ماشية في حالها وماشي وراها اتنين تلاتة عمالين بيعاكسوا فيها، وهي ماشية في طريقها طوالي ما بتبصش وراها، لغاية ما واحد جه ومد ايده وحب يتحرش بيها. البنت لفت وقامت خناقة ما بينهم، والبنت تبص حواليها عشان حد يبدأ يلحقها. الناس كلها بتتفرج. ليه؟ هو مفيش رجالة في المنطقة؟ وفي ناحية تانية خناقة ما بين اتنين والصوت عالي جدا زي اللي حصل في جريمة الإسماعيلية كده، والناس تبدأ تتجمع ويبدأوا يتفرجوا، والخناقة بتقلب لجريمة والناس بتتفرج بس، ويبدأوا يقلوا تدريجيا لغاية ما عادش يبقى موجود أي حد خالص. تسمع عن متلازمة تأثير المتفرج؟ بص يا برو، تعال نرجع بالزمن كده تحديدا لسنة 1964. في الوقت ده كان في بنت في نيويورك اسمها كيتي، عشرينية جميلة كده، بتشتغل لوقت متأخر، كل يوم بتروح البيت وش الفجر. انتوا عارفين أكل العيش بقى. في يوم وهي راجعة من الشغل وهي طاقتها منتهية، ما كانتش واخدة بالها ان في واحد قاطرها وماشي وراها، ولما قربت من البيت بتاعها اللي هو في منطقة كوين اللي في نيويورك، اللي هي منطقة سكنية وزحمة وما بتنامش، خدت بالها اللي في واحد ماشي وراها من ساعة ما طلعت من الشغل. فقررت اللي هي تروح لأقرب تليفون وتبلغ البوليس. فالراجل مسكها قبل ما توصل للتليفون وحب يسرقها، بس هي صرخت، قام الراجل قام طاعنها بالسكينة في بطنها. البنت خدت الطعنة ببطنها وجرت وقعدت تصرخ عشان حد يسمعها، ومع صريخها المتواصل الناس بدأت تطلع تشوف في ايه، وقعدوا يتفرجوا ومفيش حد دافع على البت لغاية ما البنت ماتت. هو مفيش راجل في المنطقة ديت يدافع عن البنت ديت؟ بعد الحادثة ديت مجموعة من علماء النفس المجتمعي على رأسهم دكتور مشهور جدا اسمه جون، شغلتهم الحادثة ديت وقرروا انهم يدرسوها كويس عشان يوصلوا للأسباب اللي تخلي مجموعة من الناس او الناس كلها ما تخشش تساعد اي حد تحت تهديد. وعلى اثر القصة ديت قرروا ان هم يعملوا تجربة نفسية هتساعدهم اللي هم يفهموا القصة من اولها. جابوا مجموعة من الطلاب وقعدوا كل طالب في أوضة مقفولة، وفهموا الطلاب ديت ان في الأوضة اللي جنبه في طالب زيه ممكن يتكلم معاه، بس يتكلم معاه من ورا الحيطة. بس الحقيقة ان الأوضة ديت ما كانش فيها غير جهاز كمبيوتر عليه تسجيل صوت هيناسب الحوار اللي هيدور. والتجربة ان كل طالب يتكلم مع جهاز الكمبيوتر ده على اساس ان هو طالب زيه، بس التسجيلات ديت مع الوقت بتتقلب من كلام عادي خالص الى حالة صرع، وبيبدأ يطلب المساعدة. الأوضة اللي بيبقى فيها الطالب ديت بيبقى فيها كاميرات عشان تشوف رد فعل الطالب في الموقف ده تحديدا. وبعد ما التجربة بتخلص بيعيدوا التجربة تاني، بس بيخلوا 2 في الأوضة، وبعد كده بيعيدوا التجربة تاني وبيخلوا 5 في الأوضة، وبيفضلوا كل مرة يزودوا العدد. النتيجة النهائية للتجربة ديت كانت صادمة جدا، لأن المرة الأولى نسبة استجابة الطالب للمشكلة كانت 85%، ولما بقوا 2 قلت لغاية 61، ولما بقوا 5 قلت لغاية 31، وكل ما العدد بيزيد كل ما الاستجابة بتقل. وهي ديت يا سيدي نظرية تأثير المتفرج. الخلاصة ان كل ما العدد بيزيد اللي بيواجه المشكلة كل ما قلت نسبة تدخلهم في المشكلة. بمعنى تاني، لو انت لوحدك نسبة تدخلك في المشكلة هتبقى بنسبة 70%، ولو انت وسط مجموعة النسبة هتقل لغاية 40%. وعلى حس النظرية ديت خرجت نظرية تانية اسمها نظرية تشتت المسؤولية، بمعنى انه بيحصل حالة زي حالة الشلل كده. الانسان وهو وسط مجموعة بيتحول لمراقب، بيبص حواليه على الناس اللي واقفة جنبه وبيستنى مبادرة من حد عشان يمشي وراها. ساعتها ما بتبقاش عليه هو لوحده، ده بتبقى على الناس اللي واقفة كلها، عشان كده نسبة تدخل الناس في المشكلة بتقل. خلاصة التجربة، لو انت حضرت جريمة او حادثة او اي حالة تحرش ومستني الناس تعمل حاجة، فالناس مش هتعمل حاجة، ولانك سلبي مش هتخش تعمل حاجة، والناس واقفة تتفرج وانت واقف تتفرج، فالضحية هتبقى لوحدها. بس انت لو شفت نفس الحادثة وبادرت انت ودخلت لانك ايجابي، الناس كلها هتتأثر وهتجري وراك ومش هتكون لوحدك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.